معايا في اليوم ال 12 من رمضان. قربنا على نص رمضان، الوقت بيجري، مش عايزة أسرعكم يعني وأخوفكم. الحمد لله، لعلكم تكونوا مستمتعين بيه ومقربين أكتر من ربنا، وتكونوا في حالة من الهدوء والسكون والراحة النفسية، وإن شاء الله يا رب يكمل الأيام عليكم بالخير دايما. وبما ان انا برضو مستقرة في مكان جميل كده حلو، قلت اسجل لكم كذا حلقة مع بعضيهم قبل ما الدنيا تبرد واطلع اجري اروح البيت. فالنهاردة هنتكلم على اليوم ال 12، وهنتكلم على الفزورة ال 12 اللي احنا هنتكلم عليها. والفزورة بتقول: يا ترى ايه المبدأ العام اللي بتتعامل بيه في حياتك، او المبدأ الاساسي بنسميه الجايدنج برنسبل، المبدأ اللي هو بيشكل خطواتك كلها، او بيشكل تصرفاتك كلها، او بيكون هو ال مش عايزه اقول بوصله عشان احنا استخدمنا البوصله بشكل مختلف، لكن عايزه اقول انه بيسموه جايدنج يعني هو المرشد، يعني هو بيرشدك في الاختيارات بتاعتك، وبيرشدك في طريقك، وبيرشدك في تعاملاتك مع الناس. كل واحد في الدنيا ممكن يكون عنده مش مبدأ واحد، ممكن يكون عنده مبادئ كتيرة مختلفة، بس ممكن واحد منها يبقى very powerful، يبقى هو ده الجايدنج، يبقى هو ده اللي بيخليه يتحرك أكتر، أو بيبقى وعيله أكتر في تحركاته. فإذا أنت عندك ده أو أنت عندك ده، إيه هو المثل ده؟ طيب أقرب لكم الفكرة شوية. طيب في لما بقول الحاجات دي ساعات في افكار بتيجي في بالي او امثله، وعشان انا كنت غاويه الافلام القديمه، فطبعا الامثله والافكار دي بتيجي من الافلام القديمه. فيجي مثلا ايه قول بيقول: ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. حد عارف المبدأ ده جه منين، او مين اللي قاله، او مين اللي قاله كذا مره في الافلام؟ حد عارف؟ حد فاكر؟ ابعتوا كده قولوا لي، انا هغششكم بس برضه. فالمبدأ ده بيقول: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. للي مش عارف، الفيلم ده اتقال في فيروز هانم، وكان اتعلمته من ولد فقير لما كانت بتتعالى عليه وبتضربه، وهو اللي علمها ده، وهي خدته وكملت القصة in a good way. ده مبدأ من المبادئ. هل انت عايش بالمبدأ ده، ولا المبدأ ده أول مرة تسمع عنه؟ ولو مش عايش بالمبدأ ده، ايه هو المبدأ اللي انت عايش بيه؟ طبعا يجي في بالي أفكار تانية بتيجي، زي مثلا حد بيقول: ما الدنيا إلا مرصح كبير. عارفين مين اللي قال ده؟ يوسف بيك وهبي. فهل ده اللي انت بتتكلم عليه؟ طبعا في بقى حاجات تانية ومبادئ تانية بتختص بقى ما بين المبادئ وما بين الأمثلة الشعبية اللي احنا بنعيش بيها، وكل منهم بيحركنا بشكل معين. فمنهم من الأمثلة الشعبية اللي ممكن الناس تقولها which is not good، بس في منها أمثلة بتقول مثلا: يدي الحلق للي بلا ودان. طبعا ده فكر بشع جدا، لأنه معناها إن أي حد is fortunate، أو يعني عنده خير أو ربنا مديله، هو ما يستاهلوش قوي. آه، بس فده مثل ممكن يكون او guiding principle ممكن ما يبقاش لذيذ، ما يبقاش حلو، ما يبقاش، مش مسألة يعني وحش او حلو، بس ممكن يكون مش نافع to that extent. ما هو نافع يعني نافع او ضار، يعني نافع يعني مفيد، خلينا نقول مفيد. فاحنا بندور على guiding principle يكون مفيد ليك ولغيرك. انا بالنسبة لي في مبدأ كان قوي قوي، وهو دايما اللي بيتردد جوايا، واللي هو مش مبدأ، هو متهيألي إن هو حديث. بيقول إيه؟ بيقول إن من كان في عون أخيه في الدنيا كان الله في عونه يوم القيامة. فدي حاجة. ومن فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. الحاجتين دول مهمين قوي بالنسبة لي، ويعتبروا من الجايدنج برنسبلز بتاعتي. كمان واحد منهم: اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. دي حاجات كلها من الحاجات اللي ممكن تكون بتأثر فيا، وباخدها بشكل قريب جدا لقلبي، وبحاول ان انا الواحد يبقى بيتقي الله في تعاملاته في الاتجاه ده. سألت زوجي العزيز ربنا يديله الصحة والعافية، الكوتش جيس هوفمان، وقلت له: طيب انت ايه الجايدنج برنسبلز بتاعتك؟ عشان انا احب ادردش معاه كده، وبنتشاور كتير في حاجات كتير. فقال لي على 3 جايدنج برنسبلز بتوعه، هتلاقوني كاتبهم لكم. أول واحد منهم: do the right thing no matter what people are doing.
وبالحق يتقال ان انا اشهد لهذا الرجل بانتجريتي، ان هو بيتصرف دايما في اي موقف مهما كان بنفس الطريقة، بالاخلاق العالية. فدي حاجة جميلة جدا. طبعا وانا بعمل لكم editing جه في بالي حزلقوم، اعمل الصح يا حزلقوم، فحطيته لكم برضو عشان ده ممكن يكون اقرب لينا احنا والمجتمعاتنا. لكن ده مبدأ جميل جدا جدا، معناها ان البني ادم ما يغيرش مبادئه، ما يغيرش اخلاقه، ما يغيرش تصرفاته وفقا للظروف او وفقا للناس التانية اللي ممكن تكون مبادئها اقل من مبادئه. فدي جميلة. من المبادئ اللي قال لي عليها برضو كانت lift people up and not down. وبرضو أشهد الله إن هو الراجل بيعمل كده، مفيش حد بيكلمه أو بيتعامل معاه إلا وأي حاجة بيقولها له بتبقى دائما بوزيتيف، دايما بيرفع الآخرين وبيحسن منهم وبيؤمن بيهم وبيعمل لهم موتيفيشن. فده مبدأ جميل جدا. واخر مبدأ برضو اتناقشنا فيه، choose love and not fear. كتير من تصرفاتنا بتبقى خوف اكتر منها فيها حب، حتى معاملاتنا مع ولادنا بتبقى فيها خوف اكتر منها حب. فدايما لما تيجوا تتصرفوا اسألوا نفسكم التصرف اللي عايزة اتصرفه ده، القرار اللي انا عايزة اخده ده مبني على الخوف ولا مبني على الحب؟ وكان برضو جاس ايام زمان اول مرة اتعرفت عليه واحنا بنتناقش، بتكلم على القرار وعايز اخد قرار وما اعرفش ايه حاجات كده، قال لي اي قرار متاخد بيست على خوف اعرفي انه قرار غلط. والكلمه دي فضلت معايا سنين طويله اهو الحمد لله. برضو ربنا يكرمك يا نيفين، لانك انتي ذكرتيني بهذا المبدا او الجايدنج برنسبل، ومن ساعتها واصبح برضو في بالي على طول، وهو ولا تنسوا الفضل بينكم. رائع حبايبي، اشكركم، هشوفكم تاني. دي أمثلة. هل في أمثلة تانية جاية في بالكم هي اللي بتحرككم وبتبقى بالنسبة لكم ترشدكم في الحياة لقراراتكم أو للحاجات اللي عايزين تعملوها لإنجازاتكم؟ إيه هي؟ شاركوا معايا وابعتولي وقولولي، وأشوفكم بكرة، وغالبا هشوفكم جوه أي حتة عشان أنا برد. إلى اللقاء، باي باي. هوصصكم تاني على المكان ده قبل ما أمشي عشان أنا بحبه. جميل ازاي، حاجة جميلة تفتح نفسكم لحد ما اشوفكم تاني. باي باي.